السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكل متابعينا الرياضيين، تنتمنى لكم الصحة والعافية. رمضان كريم. اللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري بعد موسم كان في البداية ديالو موسم سيء، فكانت انتقادات كبيرة من جماهير فريق فنربخشة التركي في وجه اللاعب النصيري، لكن سرعان ما النصيري استرجع عافيته واصبح من الهدافين الكبار. قدر انه يسجل 16 هدف خلال هذا الموسم مع فريقه فنربخشة، وبذلك النصيري سجل بكل الطرق، بالراس بالرجل اليمنى بالرجل اليسرى، سجل اهداف رائعه جدا. هذا الشيء خلى ان العديد من الفرق اصبحت تطالب بالخدمات ديال اللاعب يوسف النصيري. من بين هذه الفرق هي نوادي انجليزيه، من بينها ويست هام الانجليزي، ارسنال كذلك بعض النوادي السعوديه مثل النصر السعودي. فحسب موقع تركيا أو تركي توداي، فإدارة فنربخشة طلبات رقم كبير مقابل التخلي عن خدمات الهداف يوسف النصيري. وصلت وصل هذا الرقم إلى 40 مليون يورو للتخلي على الخدمات ديال النصيري خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. فعلى الرغم من البداية المتعثرة للنصيري، فالآن النصيري أصبح مرغوب فيه من قبل نوادي كبيرة. تنتمنى للنصيري أنه يتوفق خلال المسيرة ديالو كذلك مع المنتخب المغربي، وأنه يستمر على تسجيل الأهداف كما عودنا مؤخرا مع فريق فنربخشة التركي، أنه يسجل مع المنتخب المغربي ويغير هذيك النظرة اللي كانت مرسومة عليه من الجماهير ومن كذلك من الصحافة الرياضية، على أن النصيري ليس بالهداف الذي يحتاجه المنتخب المغربي. فالنصيري الآن ربما أصبح قادر على أنه يحتل مركز مهم في هجوم المنتخب المغربي. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم.